طيب في دقايق كده هنظبط مع بعض حاجة صغيرة ممكن تساعدك في المذاكرة، أو لو أنت عندك ملفات بشكل رهيب أو كبيرة جدا أنت محتاجها في شغلك أو محتاج تطلع منها اللي أنت محتاجه. بس لو الملف عندك كبير، ودي بالأخص هيحتاج الطلبة اللي بتذاكر، الموضوع هيبقى في دقايق جدا بسيطة خالص أشرح لك أنت ممكن تعمل إيه. إحنا هنستخدم حاجتين. أول حاجة عندنا اللي هو نوت بوك ال ام، زي ما احنا شايفين نوت بوك ال ام، وهنستخدم جوجل جيميناي. اول حاجه هنستخدم نوت بوك ال ام. هندخل هنا تراي نوت بوك ال ام، هيفتح لي الداشبورد بتاعته، هلاقي عندي الشكل بالمنظر ده. لو انت السورسز اللي انت هتتعلم منها او اللي انت محتاجها موجود على جوجل درايف، هنفتح من هنا. لو هي يوتيوب هيبقى هنا، لو هي حاجه كوبي تكست هتيجي من هنا. طيب انا معايا ملفات بي دي اف اللي انا بذاكر منها، او الملفات اللي انا معايا في الشغل ومحتاجها، هعمل ابلود فايل بكل اريحيه. بالظبط كده عندنا هنا فايل اسمه التنميه البشريه، انا عامل عليه داونلود بحيث ان احنا نحتاجه كمرجع او كمثال لا اكثر ولا اقل. يعني ماليش دعوه بالبي دي اف اللي انت هترفعه. هنرفع البي دي اف بالمنظر ده، هنستنى لحد ما ريسورس يبدا يتحمل معايا بالمنظر ده. طيب انا حبيت اضيف اي سورس او اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، مفيش اي مشكله خالص، براحتي. عندي هنا يا اما هعمل سيرش ذا ويب، نيو سورس هو بيعمل سيرش على جوجل. انا عندي هنا في فاست ريسيرش وديب ريسيرش، براحتك. لو انت عايز فاست ريسيرش هو بيجيب لك بسرعه، او ديب ريسيرش ان انت تكون متخصص بشكل رهيب. في عندي هنا السيتنج، هضغط عليها. حلو الكلام. في عندي output language هنختارها. طبعا احنا عايزها تسيبها بالانجليزي مفيش مشكله. عايز تنزل هنا، عندك في هنا العربيه العاميه وفي هنا عربي الفصحى، هنختار العربيه العاميه. هنعمل سيف. خلاص كده بقى عندي كل حاجه جاهزه. قبل اي حاجه انا هعمل هنا، في عندي هنا الديفولت، انا هغيره هنا. هضغط على ده، هدخل learning ولونجر. حلو الكلام، بحيث ان هو يبقى عندي الموضوع شغال في التعليم، ويكون الاجابه بشكل طويل. وهقوم قايل له سيف. طبعا السيف هيتظبط هنا، هيبدا يعمل سيرش ويقول لي طبعا انت عايز هنا من المرجع اللي احنا حاطينه ايه. طبعا احنا حاطين هنا مرجع واحد، انت ممكن تحط اكتر من مرجع. تمام. ممكن تحط اللي انت عايزه تعمل اد ريسورس، تختار السورس اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. هل طيب خلصت الكلام ده كله، هطلع فوق هنا اعمل له رينيم، مثلا هنسميه التنميه البشريه، او مهما كان الماده اللي انت عايز تذاكرها او اللي انت عايز تعمله، مفيش اي مشكله خالص. تمام، نسميها صح، التنميه البشريه. حلو. خلاص كده اتسيبت. هرجع بقى افتح جوجل جيميناي. جوجل جيميناي هدخل انزل هنا، هلاقي حاجه اسمها جيمز اللي هي موجوده دي، جيمز. اضغط عليها. حلو. هنزل هنا هلاقي نيو جيم، اضغط على نيو جيم، هفتحه له بالمنظر ده. حلو. طيب احنا هنعمل حاجه كاستمايز لينا احنا مخصوص، خاصه باللي احنا بنعمله بالظبط. طيب انا هسميه مثلا محمد تنمية. حلو. او هسميه باسم الماده اللي عندي. ديسكريبشن هنسيبه منه خالص. هنا التعليمات او التفاصيل اللي انت هتدخلها، هنقول مثلا انت لازم تقول له انت خبير تنميه بشريه اكتر من 40 سنه. طبعا هتبقى خاصه بالمجال بقى، مجال ترجمه، مجال ذكاء اصطناعي. عايزه يكتب لك برومت، عايز يعمل اللي انت عايز تعمله براحتك خالص، ما فيش اي مشكله. هل انا بديله الدور بتاعه، وبعدين هقول له مهمتك المساعده في فهم البيئه المحيطه والتعامل بشكل جيد مع الاخرين في العمل. حلو. خلاص هو فهم الدور وفهم اللي هو عباره عن ايه، واحنا عايزين منه ايه. وعايزين المخرجات في شكل نقط بسيطة وواضحة وصريحة، أو جدول يبين طريقة التعامل ونتيجتها. حلو الكلام. طيب أنا مش عاجبني الكلام ده. إحنا عندنا هنا يوز جيميناي ريرايت، طبعا هو هنا بيكتبها بالشكل اللي إحنا عايزينه، مفيش مشكلة. نيجي هنا للنولج.
نولوجي هنا ببدا اخليه يبعد خالص عن الويب وعن الداتا اللي موجوده وعن كل حاجه. في هنا علامه البلس هضغط عليها وهختار منها نوت بوك ال ام. هيفتح لي كل النوت بوكس اللي انا كانت موجوده عندي. هختار التنميه البشريه اللي احنا لسه عاملينها من شويه واقول له اد. طيب هنا عندي التولز اللي ممكن استخدمها. انا عايز اعملها في صوره كانفاس لو هو هيعمل داشبورد او زي لاندنج بيج براحتي. في عندي الديب سيرش لو انا عايزه يتعمق بشكل رهيب براحتك خالص. طبعا احنا مش هنختار الحاجات دي لان احنا حاطين سورس واحد وبسيط، واصلا الملف اللي احنا حاطينه تقريبا 30 او 40 صفحه. حلو الكلام. مفيش، هقوم ظبطت العمل، اخترت اللي انا عايزه، ربطت الدنيا، هقوم قايل له سيف. حلو الكلام. هيقول لي ستارت شات. هلاقي الجيمز بتاعتي موجود هنا. عشان ما تتوهش مني اقوم اعمل لها بن بالمنظر ده. حلو اهو، عمل لها بن. هنا بقى هبدا اشيد او اكتب مع جيميناي اللي انا عايزه. يعني مثلا انا اتحطيت في موقف اني اتعصب على الموظفين اللي تحت مني، اعمل ايه؟ بيبدا هو يفهم ايه اللي مطلوب منه بالظبط ويبدا يحلل بناء على الكتاب. حلو الكلام. هو جابه لي هنا زي ما انا عملت له بالظبط الخطوات. طبعا هو هنا بيبدا يكتب لك اللينكات بناء على المصادر اللي احنا رافعينها. خلي بالك، وهيبقى التعامل كله في المصدر اللي احنا رافعينه. عشان كده انت لو رفعت مصدر من الكليه عندك او الحاجه بتاعتك، ممكن تقول له لخص لي، ممكن تقول لي ارشح لي الاسئله اللي ممكن تيجي من الكتاب، ايه النقط المهمه. طبعا انت لو رفعت المحاضرات اللي انت مسجلها مثلا، لان هو ممكن يستقبل ملفات اوديو مفيش مشكله، ورفعت الكتاب وبدات تدمج المحاضرات بالكتاب، هيطلع لك ريميكس كده حلو للدكتور اللي هو عايزه يعني. وفي نفس الوقت سواء الميتنج او الشغل بتاعك او الكلام ده كله، هو اداني نقط وبعدين نزل عمل لي الجدول زي ما انا اديته الاوتبوت بالظبط. يعني الموقف كان كذا، هتصرف بكذا، النتيجه اللي هي هتطلع لي هتبقى كذا. هقفله، هرجع تاني لما اجي افتح نيو شات هيجي لي بنفس الشكل اللي انا عايزه، هيبقى بنفس التفكير بنفس السورسز اللي انا رافعها. مفيش اي مشكله خالص. وبالتالي خلاص انت لو حتى معاك جوجل جيميناي على الموبايل، هتفتح الجيمز اللي انت عاملها اللي هي دي، هتلاقي كل حاجه تحت ايدك وانت في البيت وبره البيت. وبالطريقه دي هيبقى كل حاجه بقت سهله في ايدك وبشكل مبسط ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق.